فتقدر يا سيدي الناس بقى تعتبر من هنا ورايح إن اللوكيشن ده هو ده اللي إحنا هنصوّر فيه، وأديني قاعد على الكرسي أهو بدون أي فرهدة، وسيبك من الفيديوهات القديمة دي عشان أنا بصراحة وقتها ما كنتش راضي عنها، يعني أنا حاسس إن في حاجة لسه ناقصة. فقعدت مع الوقت كده أفكّر، لقيت إن هو الله! طب ما أنت يا واد عندك حكاية، ما تحكيها، احكيها زي ما هي كده، خُدها أنت بقى قسّمها براحتك، نفعتك في حاجة خير وبركة، أثّرت عليك في موقف يبقى تمام التمام، سمعتني بالليل وأنت نايم وما كمّلتش بقية الحكاية، مِيّة، مِيّة، مِيّة وعلى قلبي زي العسل، قُل لي ليه؟ لإنك في الحالة دي هتسيب الإعلانات شغّالة، ما أنت رايح في النوم مش حاسس بحاجة، فأنا أكسب بقى كده إيه، وآخُد فلوسك كده وأكسب بسرعة والفيديو يطلع بسرعة وهكذا، وهكذا. والحاجة التانية الحلوة برضه خلّي بالك، إن أنت آخر حاجة هتنام عليها هي صوتي، وده في حد ذاته يرضيني. صباح الفل عليك وعلى كل اللي حواليك، أخبارك إيه؟ عامل إيه؟ بُص يا سيدي، عشان أكون مُنصِف معاك في الحكاية وبرضه تبقى معايا على الline، أنا لازم أحكيها لك من الأول خالص، من أول الطفولة. ليه؟ عشان تعرف كيف أثّر فيّا الزمان وخلّاني بحسب بعض الناس يعني إن أنا ما عنديش مشاعر وبقيت بارد، وأنا مش عارف ده جه لي من إيه. عشان كده برضه هاحكي لك، يمكن بقى تعذرني في يوم من الأيام وتبطّل بقى تقعد تلومني وتقول لي إن أنا ما باسألش وإن أنا ما باعملش والحاجات الكتيرة اللي أنت بتقعد تقولها دي. أنا يا عم شخصيتي ما أعرفش جرى لها إيه، أنا والله ما أعرف جرى لها إيه، فأنا هاحكيها لك من البداية وأنت في الآخر ابقى قُل لي برضه. أنا لمّا كنت 8 سنين، أنا كنت طفل ذكي، لمّاح، ما باسمعش الكلام إنما ما باغلطش كتير. آآ في شوية تريكات كده أعرف أعملها، ده بحسب تقرير المدرسة، وجيت لمّا جيت أنقل ده التقرير اللي طلع لأهلي. طيب هاخدك بقى بآلة الزمن وأنُط كده عند سِن 17، شكلي عامل إزاي؟ جبان، خواف، ماشي جنب الحيط، ممكن تضحك عليَّ بسهولة عادي. طيب إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن هي بتبقى تراكمات، موقف، لموقف، لموقف، لموقف بيأثّر عليك في حاجة أنت ما تعرفهاش بعدين. طيب أنا مين كان السبب في القصة دي؟ أبويا. أنا ما أقدرش ألوم خالص غير أبويا، ليه؟ لإن هو المفتاح. أبويا بسببه أنا اتحولت لكدّاب، أبويا بسببه اتحولت لخواف. إيه اللي كان بيعمله؟ أنا أبويا ممكن يكون كان بيضربني في الأسبوع مرتين 3 تقريبًا، وأحيانًا بدون سبب، وأحيانًا أسباب أنا ما أعرفش عنها أي حاجة خالص. اللي كان بيأثّر فيّا أوي أو اللي كان بيخلّيني بانام بنُص عين زي الديابة هو ألم، يعني أنا ممكن أتضرب العلقة كاملة بُص وأتعلّق في السقف وما عنديش أي مشاكل، كل الكلام ده أنا زي الفل فيه، بس أنا عامل حساب وأنا نايم ييجي لي ألم على وشّي كده، لإن ده بيفوّقني بقى في نُص الليل بيخلّيني لحد النهارده أقسم لك بالله لو وقعت معلقة على الأرض لازم أقوم مفزوع. طب هل أنا أبويا كان وِحِش؟ ما أقدرش أقول لك لإنه كان وِحِش، كان راجل محافظ على البيت بقدر الإمكان ومش عايزنا نغلط ومش عايزنا كده وعايز يحافظ علينا من الشارع ولعب الشوارع والحاجات دي، لكن ما تفهمش بقى الكيف ده عنده ليه، يعني الضرب ده ليه؟ أنا كنت الكبير. والكبير هو غالبًا اللي بيتجرّب فيه كل حاجة، فأنا اللي طُلت الطريحة دي، يعني إخواتي ما كان على الرايق كده، كان حاجات بسيطة، إنّما أنا اللي كلت الطريحة دي في الأول. أنا أبويا كان بيجيب بُص، كان ممكن يجيب العشا كده وجايب معاه شنطة تانية كده فيها حبل كده سَلَبة كده، إيه دي يا حاج خير؟ لا والله ده عشان الواد عشان لو غلط كده وإيه، ويحطها فوق الدولاب يبقى عارف مكانها فين، جاهزة لأي حاجة دي. أنا طبعًا لمّا أرجع من المدرسة أطمن على السَلَبة دي لسه في مكانها والّا راحت في حتة، لإن لو راحت في حتة يبقى بيوضّب لي كمين، فاكدب بقى أشوف له قصة جديدة بقى عشان إيه اخترعها واكدب وأألِّف عليه. أنا في الحالتين باتضرب، يعني قُلت الحقيقة هاتضرب، كدبت هاتضرب، طب ما اكدب أحسن بجد، طب ما اكدب يمكن تعدّي يا عم. سنة 91 كنت أنا حلو وأمور. كان عندي 7 سنين، كنت أنا ساكن في منطقة معزولة لوحدها كده فيها 7 عماير بالضبط، ال7 عماير دول بتوع الحكومة، وإحنا سكننا في الدور التالت، وجنبك الجيران، وجنبك بنت الجيران، وجنبك كل ما تشتهي الأنفس، ومجتمعنا مقفول علينا كده بعيد لوحدنا. قبل ما يطلع بقى فكرة الcompound ما فيش يا باشا الcompound ده هم 7 عماير كده، وبينهم الطريق عادي طين وما فيش أي مشاكل خالص ولا كلام من ده، بتطلع تمشي شوية خالص عما توصل لإيه، للcenter بتاع المدينة، وبالتالي عيال الجيران دول هم دول اللي بنلعب معاهم، وهم دول اللي بنشوفهم كل يوم، وهم دول اللي هنفضل نشوفهم الله أعلم لحد إمتى. أنا على قدر الإمكان كنت بانقي الشلة اللي أنا أقعد معاها، ومن ضمن الشلة دي أختار واحد كده لوحده كده يكون مثلًا إيه، طيب وهادي والّا حاجة، وآخده بقى بعيد نروح نستكشف. آخده بعيد فين؟ أنت مالك سرحت كده ليه؟ يا ولا!
نروح نستكشف، تيجي نعمل مركب مثلًا، يالّا نعمل مركب طب تيجي نعمل مثلًا بيت كبير كده ونقعد بقى ونجيب خشب ونجارة ونعمل ونرُص وكده، يالّا بس، ما كنتش باعمل أكتر من كده. يسمع أبويا بقى بإن أنا باعمل بيت والّا باعمل مركب، إيه اللي بييجي في مخيلته بقى، يعني دلوقتي أنا ابتديت أفكّر مكانه. ده راح جاب خشب وقطّعه ومسامير وراح وممكن والمنشار وممكن وعمل قصة طويلة في خياله لوحده، وإحنا لقينا الخشب على فكرة، يعني إحنا ما عملناش حاجة خالص، ولا جبنا مسامير ولا حاجة، إحنا قعدنا نجيب حبل وقعدنا نربط كده الخشب يا عيني في بعضه، بس عايزين الحلم بتاعنا يطلع مش أكتر من كده، فخُد لك علقة موت بقى، الله أعلم بقى العلقة دي أنت هتاخدها إزاي. فتبتدي تكدب، البيت مش بتاعي أصلًا يا حاج، الأرض ما كانتش ملكي ولا كنت أعرف عنها حاجة خالص، هاروح أجيب خشب ليه؟ ده هم ندهوا لي بيورّوني البيت وكده بقى. أنا مرّة وأنا عندي تقريبًا مثلًا 9 سنين كده والّا حاجة، كان نفسي أتعلّم العوم، وبعدين أنا في دمياط، فصباح الفل عيب أوي، يعني عندنا النيل وعندنا البحر، وشايف العيال كلّها بتعوم، يمكن مش العيال اللي في سنّي، إنّما اللي أكبر منّي مثلًا اللي عندهم 15 سَنة و16 سَنة دول، فأنت المفروض وأنت صغير كده بتروح معاهم، حلو، تمسك لهم الهدوم، هم يعوموا ويخلّصوا ويطلعوا فأنا عايز أعوم، أنا مش عايز أفضل طول عمري يعني ماسك هدوم، عرّفوني الحركة دي بتتعمل إزاي، وهم دول الناس الوحيدة اللي هتعلّمك العوم على فكرة، ما عندناش أي حد تاني، صباح الفل، أنا كنت باقول لك عايش في 4 عماير على جنب يعني، ما فيش بقى لا نوادي بقى ولا أي حاجة من دي، كان عندنا بس مركز اسمه مش عارف إيه كده، بس على أمّا بقيت 9 سنين كان المركز ده خلاص اتدمّر، بيعملوا هم إيه بقى، بيقوموا شايلينك وحادفينك في المَيّة، وأنت بقى مع نَفْسك كده تحاول تفلفص وتنجو بحياتك. ممكن يساعدوك لو أنت عايز تطلع ماشي، إنما وأنت تحت كده وده الطريقة الوحيدة لتعلُّم العوم ما فيش غيرها، وربّك كريم والحمد لله اتعلّمت العوم، وصلت سِن 13 سَنة كده وأنا الحمد لله باعوم يعني. كُنّا بنعوم فين بقى، كُنّا بنعوم في النيل، النيل أحسن عشان ما فيش فيه موج ولا كلام من ده زي البحر، فأنت تقدر تعوم براحتك، وتقدر تريّح على المراكب، ممكن تطلع كده على أي مركب من اللي مركونين في النيل دول، وتطلع تنُط من عليهم وحاجات كده، فماشي، ابتدينا نعمل كده فعلًا. وكبرت في دماغي مش عارف إيه اللي كبّرها يعني وقتها، يمكن حد استفزني والّا حاجة، إن أنا أطلع أنُط من على الصاري بتاع المركب، الصاري ده عبارة عن ماسورة طويلة كده أعلى حتّة في المركب خالص، وجاية بزاوية كده ميلان وعليها لمبة، ده عشان تنوّر لهم في المركب، وما فيش أي طريقة تطلع على الصاري ده غير إنّك تقعد تمسك سلِّم صغيّر كده، يعني عاملين حتّة حديد في الماسورة دي، حتّة قد كده. يا دوب بتحط رجلك عليها تطلع كده بالراحة، بالراحة خالص لغاية ما تغيّر اللمبة دي لو اتحرقت يعني، وخلاص دي الحالة الوحيدة اللي بتطلع فيها على الصاري ما فيش تاني، وهاطلع على الصاري، وطلعت فعلًا، ولمّا طلعت شُفت الدنيا قد كده أهو، المركب قد كده، العيال قد كده، يعني مش إيه، طب وأنا هانُط من فوق إزاي كده؟ لمّا جيت أحاول أرجع، لقيت إن الرجوع صعب. أنت طلعت قعدت تمسك كده ماشي طالع، إنما وأنت نازل هتنزل إزاي؟ رجلك هتجيب الماسورة والّا لأ، فلقيته صعب، والعيال بقى تحت طبعًا قعدت تسخّني، مش عملت فيها راجل، نُط، ورّينا، ها، لحد ما خلاص ما فيش مفر، ونطيت فعلًا. لمّا نطيت أنا جِبت الأرض في النيل، والله. كان أول مرّة أعرف إن النيل بتاعنا مسافته مش كبيرة، ممكن يكون هو على فكرة ممكن يكون 4 متر والّا حاجة، ما أعرفش ده عندنا في الحتة بتاعتنا. ممكن يكون مثلًا بسبب الطمي اللي بيعمله المراكب والحتّة دي جايز ما أعرفش، بس هي المسافة بتاع 4 متر تقريبًا. نطّيت واقف وبعدين مِلت بجسمي لقدّام كده على رُكبي وطلعت، طلعت وقعدنا بقى والعيال قعدت تسقّف وتهلّل لي والدنيا تمام، وفجأة كده بنبُص جنبنا لقينا في دَم طالع، إيه يا جدعان الدَم ده؟ إيه الحكاية؟ قعدنا لحد ما طلعنا كلّنا على البر، بنبُص لقيت رجلي مفتوحة حوالي مثلًا 4، 5 غرز كده. ويا نهار أسود! يا نهار أسود! العيال خافت وسابتني ومشيت، وأنا فضلت لوحدي كده، جِبت قماشة من على الأرض، لفّيت رجلي كده بالراحة، ورُحت على البيت، بس بيت مين يا باشا صباح الفل، الدم باين من كل حتة، رجلي عمّالة تنزّل دم وفي البيت دم، أمي شافتني وقامت راقعة بالصوت، خدتني ودّتني على المستشفى بسرعة 5 غُرز، لولا الملامة والله كنت وريتها لكم بس ما ينفعش، هنا في ركبي كده من تحت. المهم روّحنا وأنا بادعي ربنا إن أبويا ما يعرفش القصة دي، بس على مين؟ هيتعرف طبعًا. على بالليل كده لقيت أبويا داخل عندي الأوضة
وقام قايل لي: "إيه اللي حصل بقى؟" قُلت له: "بُص يا بابا أنا هاحكي لك بكل صراحة اللي حصل، بكل صراحة. أنا عمته قابلتني وقالت لي: "تعالَ معانا البحر، هنقضّي يوم جميل وهنلعب." فأنا قُلت لها: "ماشي." فرُحت معاها. فلمّا رُحنا بقى قعدنا بقى إيه، ناكل بقى مش عارف إيه، ونلعب بالكورة، وننزل عند المَيّة ونجري، وأنا بالعب بالكورة كده وباشوطها وقعت. فوقعت على حتّة حديدة قامت فاتحة لي رجلي. هو بَص لي كده وفضل ساكت شوية وما بيتكلمش. عدِّت كده بكل بساطة بجد ما فيش ضرب. فرحت أوي وسابني وفضل سايبني بقى شوية لحد ما عمتي جِت البيت عندنا. أنا ساعة ما عمتي شُفتها يا نهار أسود! والله كنت في الأوضة جوّه رامي ودني كده، رامي ودني إيه اللي بيحصل، مش مرتاح للقعدة. أبويا واضح إن معاملته مع عمتي ما كانتش حلوة بقى في اليوم ده. فخلاص خلّصت قعدتها وهتمشي وهي بتمشي بتقول له: "هو أنت مالك في إيه؟ يعني عامل معايا كده ليه؟" قال لها: "يعني تشوفي الواد رجله مفتوحة وما تفكّريش تودّيه المستشفى تخيّطيه طيب؟" قالت له: "واد مين؟ أنا والله ما شُفت حد ولا أعرف حاجة عن اللي أنت بتقوله ده." بس يا ريس، ودي شهادة كانت من عمتي بإن أنا هيطلع ترابتيت أهلي. دخل أبويا رزع الباب قفله بالمفتاح طلع على الدولاب جاب السلبة اللي لسه هيستخدمها لأول مرة في حياته والظاهر كان شايلها للموقف ده وربطني إيد ورجل وعلقني في الحلقة بتاعة السقف اللي مش عارف انتوا عارفينها ولا لأ. كان زمان في البيوت القديمة في حلقة في السقف كده عشان لو هتركب عليها مروحة ولا حاجة. فاحنا مكان الحلقة دي كانت عندنا على جنب كده مش في مكان النجفة بالظبط ما هي نازلة كده. المهم ربطني فيها ايد ورجل تمام وفضل معلقني وضرب بقى من تحت فانت بتفلفص كده وفضلت مربوط كده يا ريس ساعات حالف ان مفيش حد هيدخل الاوضه لحد ما فين وفين فسخوا الباب ونزلوني. دي مش اول مره اتربط الربط ده على فكره. انا كنت بشتغل مع ابويا في الورشه بتاعته كان هو كهربائي مراكب وكان مسيطر على المراكب اللي موجوده عندنا كلها. فيعني عايشين عيشة فُل على فكرة يعني والدنيا تمام ما فيش مشاكل. يمكن كان ليه كهربائي تاني هو اللي منافس واحد بس كده يعني. إنما أنا كنت باشتغل معاه وأنزل معاه الصبح الساعة 09:00 كده لحد مثلًا قُل الساعة يعني ممكن 22:00 والّا حاجة. أفضل بقى طول اليوم والمفروض إن هو عايزني أتعلّم المهنة من وأنا صغير. لكن أنا دماغي مش راكبة في الكلام ده مش عاجبني خالص، خالص من أوله لآخره مش عاجبني. بس أنا ما باعرفش أنا باروح ليه. يمكن عشان مثلًا خلاص يعني دي بقت عادة وإن لازم أنفّذها مش عارف هي بتاعة إيه، زي المدرسة كده بالضبط برضه. ما هو أنتم في المدرسة بياخدوك يفضلوا أنت مش طايق جوّه المدرسة ولا عايز تشوف أي حد، بس مُجبر. أنت مش فاهم ليه، أنت ماشي وخلاص. المهم كان أنا أبويا جايب لي الأتاري جديد، وفي أول ما نزل أول ما في فكرة اسمها أتاري كده على طول كنت أنا جايبه. مين اللي عايز يلعب معايا بقى؟ ابن عمي. ابن عمي ساكن فوق الورشة على طول بتاعة أبويا. كويس، بيني وبينه بين بيته وبيتي ممكن تقول مثلًا نُص ساعة مشي والّا حاجة. المهم خدته ورُحت البيت، رُحنا وقعدنا نلعب شوية أبويا جه، فقال له: "أنت أمك عارفة إن أنت هنا؟" قال له: "آه." خلاص أهو، قال له: "آه أهو." أنا مالي، خلاص هو اللي قال له آه، أنا مالي. المهم إن محمود بات. المهم نزلنا الصبح كالعادة، رُحنا الورشة، ومحمود لمّا طلع البيت بعد نُص ساعة كده تقريبًا، مرات عمي مسكت أبويا غسلته من فوق لتحت. هي قلقانة على ابنها من ساعة امبارح ما تعرفش عنه حاجة، وهو معايا بيلعب أتاري. بقى أنت واخد الواد وعامل كده ومدوخني، حسبي الله ونعم الوكيل، ده كذا، ده كذا. قام أبويا عامل إيه بقى، عشان أورّيك برضه تفكير أبويا، قال لي: "روح هات لي شاي من القهوة." القهوة دي جنبنا كده. فرُحت جِبت شاي وجيت له، قام ماسك الكوباية وهي سخنة وقام راماها عليّا مرّة واحدة، ده أول استفتاح، وهاتك يا ضرب. ضرب، 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 ضرب بفترة في الشارع، في نُص الشارع. وده كان عامل لي أزمة على فكرة. يعني أنا خُدني اضربني جوّه ما عنديش مشكلة، اضربني جوّه. إنّما ليه في وسط الشارع؟ وسط الشارع ده أنا بعد كده ما بقيتش عارف أتعامل معاهم، بقيت باستخبى. الواد اللي اتضرب. مرات عمي قامت قافلة الشباك وقامت داخلة. ليه؟ هي فاهماه على فكرة. هي فاهمة إن هو بيعمل show وما بيكبرش لحد. إحنا الورشة بتاعتنا كانت في شارع ضيّق، شارع مَمَر من شارع لشارع. فما فيش حد بيمشي فيه، الناس بتعدّي كده وبتعدّي فرداني بسرعة. ففين وفين لمّا الناس تتكوّم عشان تخلّصك من العلقة دي يعني فاهم. يعني ممكن واحد يعدّي واحد كده أنا أبويا من كتر الزهق في الشارع ده لإن الشارع ده كان مُمِل، كان مثلًا لمّا يقعد بالكرسي برّه ما عندوش شغل. فالناس معدّية كل الناس عمّالة تقول إيه سلام عليكم. وهو عمّال بس إيه حاطط إيده على خدّه كده يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ورا بعض بقى، ورا بعض، ورا بعض. فبقى إيه، قام عامل يافطة كبيرة كده، كتب عليها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، واللي يعدّي يقوم مشاور له كده. كسل مش قادر يعمل حاجة. طيب العلقة خلصت كده تمام الحمد لله. بالليل بقى، بالليل الساعة 20:00 كده، لقيت أبويا بيقفل الورشة وبيربطني
وبيعلّقني في السقف. أنا بابُص له اللي هو إيه، هو إحنا مش خلصنا الصبح؟ ليه دي لازمتها إيه؟ المهم قام معلّقني وقفل الورشة ومشي. أنا والله خايف أصرخ لا ييجي يضربني، فقُلت مش هاصرخ، فضلت أقاوم كده مع نفسي لحد ما ابتديت بقى إيه، أحاول أنده على حد، لمّا جيت أنده على حد خلاص ما عُدتش بقى قادر أنده أصلًا، أبويا فين؟ أبويا روّح خلاص الساعة دخلت في 03:00 وكلام من ده صباح الفل، ففي 2 واقفين جنب الورشة عمّالين بيتكلموا، فأنا قعدت بقى إيه وأنده كده لحد ما إيه، قال له: "ده في حد جوّه." أنا سامع كل حاجة على فكرة، الشارع باقول لك ضيّق. المهم فأنا قُلت لهم: "آه أنا جوّه." أنا نازل ما فيش فيّا حاجة خالص، مش قادر أعمل أي حاجة خالص. الظاهر شافوا حاجة فودّوني على المستشفى على طول. أنا مش فاكر التقرير بصراحة عشان ما أكدبش عليك، مش عارف بقى إيه ده نزيف داخلي والّا حصل إيه، المهم إن ما عادش في دم خالص في المنطقة دي ودماغي ازرقت، حصل لخبطة كده، بس أنا مش فاكر كان إيه اللي حصل يعني. المهم إن الدكتور وقتها كان راسه ألف سيف إن يبلّغ الحكومة، لازم. فين وفين بقى لمّا تفاوضوا مع الدكتور والموضوع عدّى، وبتكبر بقى سَنة في التانية لحد ما الضرب يتطوّر ويكبر، 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 لحد ما اكتشف أبويا إن موضوع الضرب ده مش جايب نتيجة. طب إيه الحل بقى؟ الحل بقى لعب على الأذى النفسي، ده أصعب أنواع العذاب اللي ممكن تشوفها في الدنيا. أنا في الضرب يمكن ما كنتش باتأثّر، كنت عادي. يعني هادّيك مثال، مرّة خَد منّي الأتاري مش فاكر أنا عملت إيه بالضبط، المهم إن خدوا منّي وخد التلفزيون من البيت وحطّهم قدّام الورشة، خلّى عيال الشارع كلّها تلعب أتاري وأنا واقف على جنب، يا ريت واقف، ده قال لي: "انزل، انزل اقعد كده على إيه، على ركبي." طيب هل هو مراقبني طول الوقت إن أنا مثلًا أقعد على ركبي لو وقفت هيضربني؟ لأ عادي، يعني ممكن أقف، بس أنا ما كنتش باقف. كنت بافضل كده من الخوف. وكلمني بقى عن إحساسك بقى وأنت قاعد كده تتفرّج على عيال الشارع وهُم بيلعبوا بالأتاري، أنا ما كنتش أناني والله، أنا كنت بس عايز ألعب معاهم، يعني أبقى موجود، أنا صاحب الليلة دي، الليلة دي بتاعتي، المفروض تحترموني وتقفوا لي مش أبقى قاعد على جنب كده وحاطط لأ مش للدرجة دي، بس ده طبعًا بيأثّر فيك، تيجي بعد شوية تلاقي نَفْسك مش عارف تتعامل مع العيال دي، حاسس إن هُم في موضع قوة أكبر منّك، فيخلّيك تخاف من الناس. لمّا كنت باروّح كنت باتعمّد إن أنا أمشي من الشوارع الضيّقة اللي ما فيش فيها حد علشان ما حدش يشوفني يقول اللي كان بيتضرب أهو، وفضل الموضوع ده لحد ما كبرت، يعني ممكن لحد مثلًا 15 سنة، كان ممكن لو قابلتني في الشارع وتسألني عن عنوان مثلًا، أبُص لك كده واسيبك واجري، طب بتجري ليه يا ابني؟ مش عارف أجري ليه، افرض أبويا كان ورايا وقال لي أنت بتعمل إيه؟ مع الوقت ده كله بيبان عليك، كل ده بيبان عليك وبيبان في شخصيتك، كل ده طبعًا بيبان. كل اللي فات ده على فكرة أنا لسه مش في مواجهة حقيقية مع المجتمع، خلّي بالك. أنا لسه يعني أنا باستخبى من الشوارع كده، باروح البيت خلص الكلام، لكن المشكلة الحقيقية فين بقى؟ في المدرسة الإعدادي بتاعتي، ليه؟ لإن دي ما كانتش مدرسة، دي كانت معتقل، فعليًا، فعليًا معتقل، فيهم 2 هم دول اللي بيديروا المعتقل ده كله، 2 في تالتة إعدادي، سيبك من المدرسين وسيبك من المدير، دول حطّهم على جنب مش هنتكلم عنهم دلوقتي، خلّيهم على جنب، مين دول بقى؟ أساميهم فلان وفلان، لإن أنت مش هتقدر تفرّق بينهم أصلًا، هم بتاعتين في الباس، مع بعض طول الوقت، هم أول ناس بتشرب سجاير علني، فلان وفلان كل واحد ليه مطوته الخاصة، عاينها في جنب كده وقت الشدائد بيروح يجيبها، وباقي الطلبة في إعدادي 3/4 عبيد ليهم، بينفذوا كل طلباتهم على مضض بس بينفذوها، وضيف على كده كمان إن هم متحرشين. تعالَ بقى المدرسين، المدرسين ماشيين جنب الحيط، والمدير راجل طيب في حاله كده ما لوش دعوة بحاجة، والمشاكل بتحصل يا 3 أيام رفد يا مش عارف إيه، ويحاولوا كده يضبطوا الدنيا، لكن في مدرس ألعاب هو الوحيد اللي فاهم إن دي شخصيات بنت 60 وماسك عصايتين في إيده بدل العصاية، ده لمّا بيضرب بيضرب كده، وده كان أول واحد أنا خلّيت بالي منه لسبب، لإنه بيضرب ضرب أبويا، أنا الضرب ده عارفه وعارف الطريقة دي، فيا رب نفضل بعيد عنه كده للأبد. أنا اتلطيت معاه على فكرة، بس هاحكي لكم الموقف ده أهو. المهم أنا لمّا دخلت المدرسة جديد، لسه بتستكشف العالم ده ببطء. بتعرف إن في مثلًا عيال بتنكشك، يعني ممكن تبقى ماشي كده يقوم إيه واحد حاطط لك رجله مشنكلك، كويس؟ الفكرة دي مش جاية من العيال، الفكرة دي جاية من فلان وفلان، الكبار. فأنت على قد ما تقدر بتحاول تنجو بحياتك في هذه المجموعة، علشان ما تتشنكلش بقى، وما تمسحش بكرامتك الأرض، وما يتمش اغتصابك، والليلة بقى سعادتك. فبتفضل في صراع بقى، الأهالي تعلم عن الكلام ده شيء، لا ما تعلمش عنه شيء خالص، يعني أبوك وأمك ما يعرفوش ما يدور في المدرسة بقى والّا في الشارع والّا بتقابل مين والّا بيحصل لك إيه، ما يعرفوش حاجة عن الكلام ده خالص. فأنا اتعلمت هناك بقى شرب السجاير، واتعلمت الهروب، واتعلمت إن أنا لازم يبقى لي ضهر، لازم أأمِّن ضهري، صباحك فل. وحاولت على قدر الإمكان كده يعني إيه أعدّي أيامي ما بين الهزار والضحك وما بين إن أنا في حالي وكده، وصاحبت بقى محمد هاشم
محمد هاشم ده لازم يتقال اسمه، ما هيزعلش من الموضوع ده. حاولنا نفتح مشروع في المدرسة كده أنا ومحمد هاشم، كان في قدامنا أبو أحمد ده بيبيع سندوتشات، سندوتش الفينو كده مفتوح ويحط فيه حتة لانشون أو حتة رومي ويدولك مع جزرتين كده بنص جنيه. طب احنا لو عملنا المشروع ده جوه المدرسة، لأن أبو أحمد بيشتغل الصبح بس واحنا داخلين، واحنا خارجين العيال بتبقى رايحة البيوت فمش بتاكل عنده، فهو بيشتغل الصبح كويس جدا. طب لو احنا دلوقتي فتحنا المشروع ده جوه المدرسة واكلنا العيال في الفسحه وعملنا الكلام ده، ما هو الدنيا هتظبط ومش هيحتاجوا لابو احمد. وابتدينا انا وهاشم نخطط، انا هجيب ب5 جنيه عيش بقى كايزر، وانت تجيب اللانشون وتجيب الرومي. تمام تمام، ورتبنا كل حاجتنا وفعلا قعدنا في الفصل وعرفنا العيال وحطينا الحاجه كلها، امنا عليها والحصه شغاله. قام واحد نده لنا من ورا سندوتش. ابتديت انا بقى اجهز العده، طلعت الكيس كده والحصه شغاله والابله بتشرح. فتحت انا كده وبعدين هاشم بيضايقني، فانا ماسك سكينه اللي بفتح بيها العيش، فبرفع السكينه كده وبكلم هاشم يعني بس بقى. فالابله شافت بقى السكينه وصباحك فل، وقامت صارخه بالصوت وقامت ندهى الاستاذ محمد. استاذ محمد ده بقى مين؟ ابو عصايتين. وقام طالع اول مواجهه بقى مع محمد ده، طق طق فضل يضرب فينا وهو مش فاهم. اللي غصني ان هو مش فاهم، وانا الغباء ده عارفه والله حافظه كويس. بيضرب بيضرب، طب يا عم افهم ايه اللي حصل. طك 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 انا ومحمد هاشم واحنا نازلين تحت قدامه بالضرب، وفضلوا مذنبيننا كده عند الجرس. وبعدين عملوا تحقيق والسكينه دي فقلنا المشروع كله وخلصت وطلعنا. فضلت ادافع بقى عن نفسي كده جوه المدرسه بقدر الامكان، واحاول بقى يعني انجو بحياتي. وكل يوم بالنسبه لي اقسم بالله وانا رايح المدرسه ده رعب السنين، رعب السنين. انا قاعد بفكر هعمل ايه بكره، هامن نفسي ازاي بكره. وفضلت على فكره في الفكره دي لحد الاخر، ما انا عشان كده مش انا بقول لك احكي لك كل حاجه، لحد ما وصلت تالتة اعدادي. وعلى تالتة اعدادي ما جبتش مجموع يدخلني ثانوي، مجموع يدخلني يا صنايع يا بحريه. مين اللي هيروح صنايع وبحريه؟ فلان وفلان والشله اللي شبهه كلها، كل الاوباش ده هيروحوا هناك هيتوزعوا. وانا ساعه ما عرفت الفكره دي جالي جنان، مش ممكن افضل احارب معاهم 3 سنين تاني. ده انا عديت 3 سنين اعدادي دول بالعافيه. وقعدنا بقى نقدم تظلم بقى للاداره ومش عارف ايه وهي فين وفين، لما قررت ان انا اعيد السنه علشان اثبت وافقوا لي. وانا قدام اهلي طبعا الهيرو، انا مش ممكن، انا لازم ادخل ثانوي، انا لازم ابقى راجل محترم. وفعلا والله حاولت كتير قوي ان انا افضل راجل محترم، عملت حاجات كتير هحكيها لك برضه على مدار الحكايه، بس طول الوقت حاولت احافظ على اني لازم ابقى محترم. عِدت السنة فعلًا، ودي السنة الوحيدة اللي ذاكرت فيها من قلبي فعلًا، لحد ما نجحت ورُحت ثانوي. ولمّا رُحت ثانوي الموضوع بقى فتح معايا خالص. خُد بقى خبرة الشقاوة بتاعة إعدادي دي واتعامل بيها في ثانوي. ثانوي بقى أنت يعني معاك بنات، صفين بنات في الفصل وصف صبيان، فأنت يعني ممكن تاخد اللقطة في ثانية. ما ذاكرتش بقى، فضلت بقى ماشي في المدرسة كده ما بين المواقف وما بين الحركات وما بين ده وما بين ده، واخد اللقطة أوي. مواقف ثانوي دي والله كتير أوي، مش عارف إذا كانت ينفع تتحكي والّا إيه. وبيقولوا لي هابقى أحكي لكم كده على مدار يعني ما أفتكر. بس أكتر موقف أنا فاكره، في بنت من ثانوي كده أنا كان عيني عليها، ومستني أي موقف يجمعني بيها، أي موقف. المهم كنا بناخد درس عند مدرس مش فاكر اسمه والله. إحنا كنا بناخد الصبح وهي بييجوا من بعد العصر كده أو المغرب مثلًا. فلقيتها جاية لحد عندي في مشهد سينمائي كده ما بين أصحابها، وجاية بتطلب مني طلب. الواد الترزي اللي تحت بيلاغيها في الرايحة والجاية، وجاية تطلب مني بقى إن أنا أقف له. أحي أخيرًا بقى الفرصة اللي هتجمعنا سوا. يا باشا ترزي بيضايقِك وأنا موجود، أنا آخد خبرة من إعدادي صباح الفل. قُلت لها: "ما تشغليش دماغِك بالموضوع ده، خليكِ بقى كده واتفرجي." وقُمت رايح للترزي. بُص بقى على المشهد، الترزي قاعد جوّه بيخيّط حاجة، كويس؟ الشارع فاضي، في محلات جنبه مفتوحة بس فيها رجالة كبار كده كل واحد قاعد على جنب كده، يعني اللي هو لسه ما استفتحش ولسه الدنيا مش حلوة. فأنا رُحت على الترزي عند الباب على طول، "أنت إزاي أنت يا ابني تعمل كده أنا وزِدت في الزيطة والترزي ما اتحركش، يبُص لي كده ويضحك، يبُص لي ويضحك. مستفزة أوي الحركة دي، طب قوم اتخانق معايا يا عم، اعمل أي لقطة. لقيت الناس خرجت من المحلات، كل واحد خرج كده، خلاص يا ابني، بس كده ما فيش أكتر من كده خالص. خلاص يا ابني بس. طب حد يحوشني يعمل أي حاجة قدّام البت دي، ده أنا جاي لها مخصوص، واقف لوحدي كده. المهم لقيت ما فيش فايدة، فاضطريت أرجع بقى خلاص. فأنا وأنا بارجع بضهري وباشتمه، أرجع بضهري واشتمه، أرجع بضهري واشتمه، وقُمت واقع في بلاعة.
بلّعت مجاري مفتوحة من لحد هنا، آه والله. البنات ضحكت طبعًا، طبعًا وأولهم اللي باعتاني، والترزي طبعًا ضحك، وأصحاب المحلات ضحكوا، وناس طلعت من الشبابيك ضحكت. أول حاجة جات في بالي أيام لمّا كنت باتضرب زمان مع أبويا في وسط الشارع، الاتنين ركبوا في بعض مرّة واحدة كده، حصل لي error شوية وحاولوا يطلعوني كده ماسكينّي من دراعي كده، ما هو أنا دراعي ما نزلش، أنا واقف لحد هنا بالضبط باقول لك، فدراعي مفرود برّه، فهُم بقى يحاولوا يشيلوني من دراعي كده وإيه، وطبعًا بيشيلوك وهُم قرفانين، إيه ده معاملة قذرة، قذرة، والناس مشيت وأنا عايز أروّح. هاروّح إزاي؟ أنا كنت راكب مواصلات، هاركب إزاي؟ ولو مشيت هامشي إزاي؟ المهم من وسط الشوارع كده فضلت لحد ما وصلت للنيل، ومن النيل قُمت ناطط بهدومي زي ما أنا، بحالي كده، وطلعت وقعدت أعصر التيشيرت ونعمل الحركات دي وروّحت. قُل لي بقى تروح تاني يوم المدرسة بأنهي عين؟ بالله عليك كده قُل لي. المهم يعني عدِّت وخلاص. من ضمن المواقف، مواقف في ثانوي كتير جدًا، جدًا والله. أبويا علاقتي معاه إيه بقى، عادية. عادية، يعني لا باحبه ولا باكرهه، باجي من المدرسة هو مش موجود في البيت، بانام قبل ما ييجي البيت، فنادرًا بقى لمّا بنتقابل، ممكن نتقابل في الصالة كده مثلًا يوم جمعة والّا حاجة، وعلى الرغم من معاملة أبويا دي إلا إنه كان بيجيب لي كل حاجة، كل حاجة، يعني أنا كنت عايز الأتاري ييجي لي أول واحد في الحتة كلها، أنا بس اللي عندي أتاري، أنا بس اللي عندي فيديو، أنا بس اللي عندي تلفزيون ألوان كبير، أنا بس اللي عندي أنضف كاسيت، أنا بس اللي عندي الحاجات دي أصلًا شغلتني، يعني أنا من ضمن الحاجات اللي اكتسبتها حُبّي للسينما والعربي بالذات، ساعة ما سمعت فكرة الفيديو دي وفكرة إنك تشوف أفلام وكده، اتسحلت مع الفكرة دي وفضلت فيها ليلة طويلة يعني، والأغاني برضه نفس الكلام برضه، لإن هي دي المتعة اللي كانت جنبك، ما فيش حاجة تاني، أنت ما عندكش حاجة. أنا أصلًا تركيبتي إن أنا مش عايز أبقى فاشل. يعني أنا عايز يبقى عندي هوايات وعايز والكلام ده كلّه من وأنا صغير. يعني أنا هاقول لك معلومة حُطّها في بالك لإنها هتغيّر في الأحداث بعد كده لمّا آجي أحكي لك. أنا كان عندي اهتمام جدًا، جدًا، جدًا بالديكور وأنا صغير. يعني أقطع الصورة من المجلة كده أنا مش فاهم إيه ده، أبُص للصورة كده أنا مش فاهم دي إيه، بس التركيبة حلوة، الألوان حلوة، التفصيلة دي هتغيّر في حياتي كتير. وعدِّت الأيام وأبويا ما بيوقّفش ضرب. المفروض في ثانوي الموضوع ما عادش ينفع فيه ضرب خلاص، يعني الموضوع ده المفروض ينتهي بقى خلاص، إنما فضل برضه مكمّل، مكمّل، مكمّل لحد حتّة علقة دي بقى اللي بصرف النظر عن تفاصيلها، بس دي اللي خلّتني آخُد قرار إن أنا أسيب البيت. أنا مش هاقعد هنا، أنا مش مكمّل بقى هنا خلاص، أيًا كان بقى اللي هيحصل، أيًا كان مين اللي هيتأذي نفسيًا والّا، أنا ماشي ومش راجع. الساعة بقت كام؟ بُص، يوم الإتنين بإذن الله، مش عارف إذا كنت أنا هانزّل الإتنين والّا إمتى. لو مهتم تعالَ أكمّل لك القصة دي، وعشان تهتم عندك شوية زراير تحت لازم تدوس عليهم، بس بلاش الdislike اللي هو اللي تحت ده خلّي بالك لا تروح إيه، لإن ساعات أنا باغلط فيه، واقوم دايس عليه. ماشي؟ أشوفك يوم الإتنين بإذن الله، سلام.